هو يا جماعة، فيديو جديد. وفيديو النهاردة عايزة أتكلم معاكي بصراحة، وعايزة أتكلم معاكي في حاجات كتير، بس مش حابة إن الفيديو يكون داخل في ستايل النصايح وكده. ولكن أنا حاسة إن احنا محتاجين نقعد القعدة دي مع بعض، وإن أنا هتكلم معاكي في حاجات ما أظنش هيجي حد يتكلم معاكي فيها، ولا هيجي حد يقولها لك. أنا كنت أتمنى ألاقي حد يقول لي الكلام ده قبل ما أتعلمه بالمواقف أو بالتجارب ذات نفسها، كان هيسهل عليا ويوفر عليا كتير قوي. وهنا مش هتسمعي الكلام اللي انت متعودة تسمعيه أو اللي أنا قلتهولك قبل كده. يعني المرة دي هتسمعي مني كلام أول مرة تسمعيه. فأنا الفيديو ده قررت إن أنا أخليه كافي توك، لكننا قاعدين بنحكي ونتكلم مع بعض، وأقول لك بقى كده يعني الحاجات اللي أنا اتعلمتها عشان هتفرق معاكي أكيد. ويعني اسمعي مني إن محدش هيجي يقولهولك. فحضري بقى الكوفي بتاعتك وصحصحي دماغك كده، ركزي معايا عشان أكيد هتلاقي حاجة هتسمعيها النهاردة هتلقط كده معاكي أو هتعلمك حاجة. فانا هنا معايا الكوفي بتاعتي، انتي كمان بقى هاتي الكوفي بتاعتك ومشروبك وخلينا نبدا مع بعض ونقعد نحكي ونتناقش كده. زي ما قلت لك، الكلام اللي انتي هتسمعيه دلوقتي ما اظنش سمعتيه قبل كده او ما فيش حد هيجي يقولهولك، ولكن انا حاسه ان انتي محتاجه الكلام ده دلوقتي، او حتى لو مش دلوقتي اكيد بشكل ما هيفرق معاكي في وقت ما برضو. فانا جايه اقولك اللي محدش هيجي يقولهولك. اول حاجه خديها مني، ولو ما حصلتش معاكي قبل كده هتحصل معاكي في ايام جايه وهتاخدي بالك منها. مش لازم تردي فورا. احنا اتعلمنا ان كل فعل ليه رد فعل، بس خليني اقولك ان ده مش صح، او بشكل ما مش صح، لان مش كل موقف يستاهل منك رد فعل. مش كل حاجه بتحصل لازم تردي او تظهري رد فعل عليها. في حاجات لما بتتساب وبتهدى بتخف مع نفسها. بلس كمان ان مش كل موقف لازم رد فعل فيه يكون في وقتها. ممكن اوقات لما احنا نسيب الحاجة تهدى بتصغر لوحدها. الفكرة هنا ان مش لازم اكون جامدة وردود فعل جامدة، او ازاي اصلا اتعلم اظهر رد فعل جامد. لكن الفكرة انك تكوني عندك الوعي، تبقي فاهمة امتى تطلعي رد فعل وامتى لا. وده النضج في حد ذاته. في مواقف كتير من اللي احنا بنمر فيها رد الفعل ساعات كتير بيقلل مننا، او بيبقى ان احنا بنضيع وبنهلك من طاقتنا وبنحرق من طاقتنا على الفاضي. فتعلمي ان مش كل حاجة لازم تردي عليها فورا. اهدي، اسمعي نفسك وفكري صح، وشوفي هل الموقف ده يستاهل منك رد فعل اصلا ولا لا. ما ننساش بس المشروب بتاعنا واحنا بنشرب عشان ما يبردش على الفاضي. هل حد جه قالك قبل كده انه عايزة تغيري رأيك؟ لو محدش قالك ده فانا جاي اقولك عادي تغيري رايك. اغلبنا بيتكسف يعبر لما بيغير رايه تجاه موقف او تجاه حاجه او تجاه شخص معين. بنحس اللي هو انا هغير رايي فانا كده رجعت في كلامي، فهم هيفكروا فيا ازاي او هيشوفوني ازاي او كده، او اللي هو انا هبقى كده مذبذب ومتردد. ولكن هو عادي نغير راينا. مين قال ان ده غلط؟ وارد أكون فهمت غلط من البداية، ووارد أكون كنت شايفة الحاجة دي بصورة مختلفة تماما، وارد أكون ما بقتش شايفة الحاجة أو الشخص ده زي الأول، ووجهة نظري أو طريقة تفكيري تجاهها اختلفت. وده برضو هيخليني أقولك إنك عادي تبطلي أو توقفي حاجة انتي كنتي نفسك تعمليها أو كنتي متحمسة ليها. لأن طبيعي ممكن يكون إحساسك اتغير تجاه الحاجة دي، أو بعد ما جربتيها أو بعد ما شفتيها أو بعد ما قربتي منها اكتشفتي ان مش هي نفس الصورة ولا هي بنفس النظرة اللي انت كنت شايفاها بيها. فوارد نغير رأينا. وعلى فكرة ده مش تناقض، ده ممكن يكون نضج، ممكن يكون تغيير، ممكن تكون طريقة تفكير بتتطور وبتتغير مع الوقت، ممكن تكون من البداية كانت سرعة حكم على الحاجة أو على الشخص ده. فعادي نغير رأينا. الجزئية دي حطيها في دماغك جدا، وهي هتلمس مع ناس هم عارفين ان هم بيعملوا الموضوع ده. ما تاخديش كل حاجة بتحصل بشكل شخصي، ما تشخصنيش المواضيع. تخيلي لو كل حاجة بتحصل حواليكي انتي واخداها على نفسك ومشخصنة المواضيع. مش كل حاجة بسببك، ولا كل حاجة ليها علاقة بيكي، ولا كل كلمة بتتقال بتقصدك انتي. في ناس ممكن تكون بتتعامل بطبعها، في ناس ممكن تكون مش شبهك، فمش كل حاجة محتاجة تحليل منك. كمان في حاجات بتكون بره عنك او بره عن
إرادتك أصلًا، فخلّيكِ فاهمة إن مش كل حاجة لازم تكون بتدور حواليكِ. يعني أنا بافكّر أنتِ لو شغّلتِ بالِك وشخصنتِ كل المواضيع، أنا مش متخيّلة كَم الضغط النفسي والoverthinking اللي ممكن تكوني عايشة فيه. فأنتِ هتريّحي نفسِك كتير أوي لو بطّلتِ تشخصنيها، لو بطّلتِ تقصدي أو تاخدي كل حاجة على نفسِك، أو بطّلتِ تاخدي كل حاجة بشكل شخصي. على ما أظن في حاجات أكبر بكتير ممكن تشغلي دماغِك وبالِك بيها، أكتر من إن أنتِ تقعدي تفكّري كل واحد كان بيقصدِك إزاي، أو كل واحد كان رَد فعله معاكِ عامل إزاي، واشمعنى أنا، والتفاصيل اللي إحنا بنشخصن بيها الدنيا دي. معلش ثواني، الجزئية الجاية دي محتاجة إن أنا أشرب بُق كوفي عشان أعرف أمخمخ لكم كده وأقولها لكم باستفاضة. أنا جاية أقول لِك دلوقتي حاجة أنتِ بتحسيها ولكن ما حدش بييجي يقولها، كلنا بنحسها بس ما حدش بيروح يقول. إحساسِك مش بيكدب، لو حاسة إن في حاجة غلط أنتِ صح، لو مش مرتاحة يبقى أكيد في حاجة غلط. بالضبط زي ما سمعتيني، إحساسِك مش بيكدب. مش لازم تبقي عارفة في إيه بالضبط، ومش لازم يبقى عندِك دليل على اللي أنتِ حاساه، ومش لازم تكوني فاهمة كل حاجة بتحصل، ولكن ما دام أنتِ حاسة إن أنتِ مش مرتاحة أو إن في حاجة غلط يبقى أنتِ صح. وارد إحساسِك ساعات ممكن يبالغ أو ممكن يكبر لِك الموضوع، بس الأكيد إن عمره ما بييجي من فراغ. لمّا تقعدي تقنعي نفسِك إن اللي بيحصل ده عادي وأنتِ جواكِ مش عادي، يبقى هنا في حاجة غلط وأنتِ محتاجة تسمعي اللي جواكِ. لو ركزتِ كام مرّة حصل معاكِ كده كنتِ حاسة بحاجة وقعدتِ تكدبي نفسِك لحد ما كل حاجة بتحصل حواليكِ أو كل المواقف اللي حصلت بعد كده أكدت لِك إحساسِك، فأنتِ هتقتنعي باللي أنا باقوله لِك دلوقتي من مجرد ما تسمعيه. وأنا واثقة إن هنبقى أكيد مرّينا بحاجات زي دي. ما تقعديش تكدبي نفسِك كتير، وما تقعديش تنجرفي ورا كلام كتير بتسمعيه لمجرد إنه يشككوكِ في إحساسِك، لإنِّك هتكتشفي إن إحساسِك صح في الآخر. الحاجة الجاية دي أنا هاقولها لِك بجد من قلبي عشانِك وعشان ما تضيّعيش نفسِك. أنتِ مش لازم تكوني متاحة طول الوقت، مش لازم تكوني متاحة طول الوقت، أيوه، ما فيهاش حاجة غلط. مش لازم كل رسالة تردي عليها في نفس الوقت، ومش لازم كل حاجة بتحصل تكوني موجودة فيها، ومش لازم كل حاجة تقولي عليها أوكي. أنتِ وجودِك مش خدمة عامة، خلّي وجودِك كده ليه قيمة. وخلّيني أقول لِك برضه الناس مش مركّزة معاكِ زي ما أنتِ متخيّلة، كل واحد مشغول بتفاصيل حياته المليانة، زي ما أنتِ مشغولة بنفسِك ما أظنش هتلاقي ناس حواليكِ مشغولة بيكِ زي ما أنتِ ما بتتخيّلي أو زي ما أنتِ ما بتفكّري. فأنتِ مش لازم تكوني متاحة طول الوقت، مش لازم تكوني موجودة في كل حاجة، مش لازم تكوني بتقولي دايمًا. يعني عادي لو قُلتِ لأ، عادي لو حاجة فاتتِك، عادي لو أنتِ مش مناسب معاكِ ده فتكوني مش حاضراه أو مش موجودة فيه، عادي إنِّك ما ترديش دلوقتي عشان أنتِ كنتِ مشغولة كان عندِك أولويات تانية، ده عادي. فأنتِ مش لازم تكوني متاحة طول الوقت. وأنا مش باكلمِك هنا عشان أقول لِك إن أنتِ شخصية كاريزما أو إزاي تعملي نفسِك شخصية كاريزما، أنا باكلمِك هنا بصراحة عشان نفسِك وعشان طاقتِك أنتِ. تخيلي أنتِ لو موجودة في كل حاجة أو لو متاحة طول الوقت، كَم الضغط اللي هيكون عليكِ أو كَم إن أنتِ هتكوني أصلًا مش فايقة لنفسِك، مش فاضية لنفسِك، مش مركزة مع نفسِك، هتفضلي مسحولة ورا حاجات ومواضيع ومشاكل ومع ناس أصلًا هُم مش شاغلين دماغهم بيكِ، أو على الأقل هتكوني بتنسي نفسِك في وسط كل الحاجات اللي بتحصل دي. فأنتِ مش لازم تكوني متاحة طول الوقت، ركّزي على نفسِك، رتّبي أولوياتِك، واللي يناسب أولوياتِك تمام، اللي ما يناسبش أولوياتِك مش لازم تكوني متاحة ليه برضه. وبعد الكثير والكثير من فيديوهات الإنتاجية اللي إحنا بنسمعها واللي أنا already باعملها، هاقول لِك إنه مش لازم يومِك يكون مثالي. يعني عيشِ تتخيلي إن أنتِ ممكن تسمعي الجملة دي من حد أصلًا بيعمل فيديوهات أو بيعلمِك إزاي تكوني شخص منتج أو coach تخطيط أصلًا، ولكن مش لازم يكون ليوم مثالي. مش لازم كل يوم تصحي تلاقي نفسِك فايقة ومنتجة وقادرة إن أنتِ تكسّري الدنيا وتكسّري العالم، ومش لازم كل يوم تعلمي على كل المهام اللي موجودة عندِك في to do list إن أنتِ أنجزتيها، ولا لازم إن اليوم يطلع شكله حلو ومثالي عشان تقولي إن أنتِ أو تفكّري إن أنتِ كده ليكِ قيمة. في أيام إحنا بنعدّيها وبس، اللي هو إحنا بنحافظ على نفسنا على قد ما نقدر، واليوم العادي في حد ذاته أصلًا بيكون مليء بالأحداث وده كفاية.
انت مش آلة ومش مطلوب منك تبقي نسخة كاملة 24 ساعة. واحنا مش عشان يبقى يومنا يوم منتج وبننجز فيه يكون يوم مثالي، واللي هو احنا بنقعد نعمل سيرش ازاي يبقى يومي مثالي وان احنا ندور على ده. لا، فكرة ان انا اكون عارفة انا بعمل ايه في يومي دي في حد ذاتها انتاجية. فكرة ان انا اكون بحاول ان انا اطور من نفسي واطور واحسن من جودة يومي دي في حد ذاتها انتاجية. ولكن الانتاجية عمرها ما كانت بتتمثل في ان انا يكون يومي مثالي. ده غلط. واخيرا هقولك خدي بالك من نفسك. فعلا انت لازم تاخدي بالك من نفسك. انا قلت لك ده دلوقتي لان محدش هيجي بعدين يقولك خدي بالك من نفسك. مش لازم كل حاجه تتحل النهارده، ولا لازم تفهمي كل حاجه دلوقتي، ومش لازم تشغلي بالك بكل حاجه. محدش هيهتم بدماغك اللي ما بتقفش من التفكير، ولا هيهتم بتعبك، ومحدش هيجي يوقف الدنيا عشان يقولك ارتاحي. ده مش بيحصل. فعشان كده خدي بالك من نفسك. انا مش بقولك ده بمعنى انك تنعزلي عن الناس، ولكن ما تضغطيش على قلبك عشان حد، وما تكمليش في حاجة بتوقعك عشان شكلك قدام الناس، وما تسكتيش على احساس بيقولك كفاية. خدي بالك من نومك، من اكلك، من كلامك عن نفسك، ومن اختياراتك، لانك لو ما عملتيش ده فمحدش هيجي يعملهولك. فانتي اولى براحتك حتى لو محدش قالك كده. الكلام اللي انا بقوله لك ده مش نصايح، على قد ما انا قلبي عليكي، وعلى قد ما انا جايه اقولك اللي فعلا كنت اتمنى الاقي حد يقوله لي. كل ده حصل من تجارب انا مريت بيها، كل ده انا عشته فعليا في مواقف كتير قوي. فانا عايزه افيدك قبل ما تقعي في الموقف ده. انا لو كنت لقيت حد يعمل معايا كده بجد كنت حاسه ان انا هبقى مرتاحه كتير قوي، وهبقى تفاديت حاجات كتير انا مريت بيها. بس كده يكون الفيديو بتاعنا النهارده خلص. لو عندكم اي مواضيع حابين ان احنا نتكلم ونتناقش فيها اكتبوا لي افكاركم في الكومنتات عشان نستغلها في الفيديوهات الجايه. قولوا لي هل فكره الكوفي توك عجبتكم ولا لا، وهل نعملها تاني ولا لا. بس كده يا رب يكون الفيديو افادكم وعجبكم واستمتعتم بيه. ودلوقتي اقدر اقول لكم ربنا يحل ايامكم واشوفكم دايما بتضحكوا. سلام.